تخيل معايا عالم مليان بالخيال العلمي، بس مش فيلم، ده الواقع. العلماء بيجربوا التعديل الجيني على الحيوانات بطريقة مذهلة وغريبة جدا. أولا، الفئران المضيئة اللي قدروا العلماء يزرعوا فيها جينات من قناديل البحر فبقت بتلمع في الظلام. التجربة دي مش بس شكلها غريب، لكن بتساعد العلماء يفهموا الجينات وأنظمة الأمراض. ثانيا، الأسماك الخارقة، في تجارب عدلوا فيها جينات أسماك عشان تعيش في مياه مالحة أكتر. ده ممكن يساعد مستقبلا في مواجهة التغيرات البيئية ونقص المياه العذبة. وثالثا، الكلاب المعدلة وراثيا، مش بس لون فروها، بعض العلماء جربوا تعديل جينات عشان يتحكموا في سلوكها وذكائها. تخيل كلب أذكى أو أقل قلق، ده ممكن يغير مفهومنا عن الحياة الأليفة تماما. الأغرب من ده كله، بعض التجارب بتحاول تخلي الحيوانات أقوى وأطول عمرا وأكثر مقاومة للأمراض. لكن هنا يظهر السؤال الكبير، هل لينا الحق نلعب في دور الخالق؟ الهندسة الوراثية فتحت أبواب مستقبل غريب بين العلم والأخلاقيات وبين الممكن والخيال. وفي النهاية، التعديل الجيني على الحيوانات مش مجرد تجارب، ده نافذة على المستقبل البشري نفسه.